تحميصا لإلها هيك بشهي. سعرها 20,000 نصف دولار، لذيذة وباردة. السلام عليكم، اليوم رجعنا على مدينة طرابلس عاصمة السلام لنصور لكم حلقة أكل الشوارع من مدينة طرابلس، لنجرب شو فينا ناكل أكل بيوم كامل وقد ايه راح يكون التكلفة. يلا. وهلا أولا راح نبدأ بالإفطار الشعبي في مدينة طرابلس، راح نبدأ بالفول والحمص بمحل من أشهر المحلات في طرابلس. هاي وصلت وجبتنا الإفطار يا إخوان، فول وحمص، وهون مع الحواضر مثل بندورة وكبيس وهون بصل هيك. هون عندنا الخبز وهاي صلصة معه. بسم الله. هاي مخلوطة فول مع حمص، شوية نعناع، شوية بصل، عبيها. إفطار رهيب. طيب واحدة ثانية. لا تحفة. عن جد نكهتها لذيذة. وشو السعر؟ السعر هاي الطاولة كلها فول محمص 50,000 ليرة لبناني يعني، والوجبة بتشبع شخص يعني. الصحن كبير مع بندورة وخضرة وخبز، فأنا نعطيها تقييم 8 من 10. عجبتني صراحة. هون بعدنا ماشيين، وصلنا السوق العريضة. هون كلها عربايات، هاي العرباية فيها أنواع حلو فعجبتني. أنا هاي عجبتني. هاي يا إخوان فطيرة قشطة، طلع منظرها حلو، لنشوف الطعم. بسم الله. ليكم تحميصا لإلها هيك بشهي. صراحة يا إخوان نكهتها جدا لذيذة، وسعرها قد ايه؟ 20,000 يعني ما يقارب نصف دولار. عندنا قلعة مدينة طرابلس. هاي القلعة تعد من أهم وأكبر القلعات في لبنان. جايين على القلعة لنفرجيكم القلعة فيها مكان نشوف كل مدينة طرابلس. اعطوني رأيكم بهالمكان، ليكم ما أجمله، ليكم البيوت والبساطة، مكان رهيب جدا. البساطة دائما جميلة. هون كمان من قلعة طرابلس عندنا منظر جدا جميل لمدينة طرابلس. طلعوا انطوني رأيكم بهالمنظر الجميل. هلا هون وصلنا ساحة التل. كمان هون في كل مثل ما حكينا عربايات، في عرباية يبيع مشاوي لحمة وهيك. راح نطلب سندويشة ونجربها. هاي اللي لأنها يا اخوان عم تنشوي، يعني ريحتها الشهي، ريحة المشاوي لحالها بالشهي. وصلت السندويشة اللي لنا يا اخوان، لنجرب. بسم الله. صراحة يا اخوان نكهتها لذيذة لكن في ألذ. شو سعرها؟ سعرها 40,000 يعني ما يقارب 1 دولار. والسندويشة الصراحة ما بتشبع يعني، بدك ممكن 2 3 لتشبع، كثير صغيرة. فيها صيخين لحمة لكنها كثير صغيرة يعني، مثل فيك تعتبرها حكة سنون. السوق الشعبي ازدحام شديد، خضرة اي شيء بدك اياه موجود بهذا السوق، خضرة لحم، لكن ازدحام شديد. بعدنا مكفين جولتنا بمدينة طرابلس. المدينة جدا بسيطة، فيها مباني قديمة جميلة واماكن جميلة، فيها اكلات وعربايات ما بتلاقيها باي مكان بلبنان الا هون. فيها اكلات رخيصة، فيها اكلات غالية، وفيها مطاعم شهيرة. فالمدينة حلوة نوعا ما. وهلا بعدنا مكفين جولتنا بالاكل وبالاماكن الجميلة.
يلا هلا يا اخوان ماشيين كمان في شخص عنده عربايه يبيع برتقال فراوله، عيط لنا بده يضيفنا فراوله. هيدي ضيافتنا. شكرا يا محترم. اهلا وسهلا، الف صحه. فراوله نكهه لذيذه. شكرا. صحه وهنا، اهلا وسهلا فيكم. نكهتها يعني مثل اي كعكه، سعرها 7000 ليره لبناني. ماشيين هون راح نجرب العصير. يا عين عندهم كتار انواع عصير، يعني افوكادو، فريز، برتقال، كثير انواع. سعرها 20000 نصف دولار، لذيذه وبارده. وهلا انتقلنا يا اخوان من وسط المدينه الى سكه القطار. لتشوفوا سكه القطار، هاي سكه قديمه الى شيء 40 50 سنه مسكره. هاي السكه كانت توصل على سوريا، على تركيا، على المانيا، على هاي الدول. ولاحظوا يا اخوان اجينا من وسط المدينه، مثل ما تعرفون طرابلس كبيره، اجينا من وسط المدينه لهون بتاكسي. هون التاكسي كلهم هيك سيارات مرسيدس قديمه، واخذ على الشخص 25000، يعني ما يقارب 60 سنت، يعني نصف السعر اللي ببيروت، فجدا رخيصة. يلا لنفرجيكم هاي السكة. وليكن القطارات كلها واقفة، وهلأ صار مثل معلم سياحي، كل الناس تجي لهون وتصور وتاخذ صور وهيك. في كتار قطارات هون بس كلها واقفة وخربانة. يا الله من قد ما مار عليهم زمن هاول القطارات، ليكن الشجر والعشب طالعة بقلبهم، صدوا خلص انتهوا، صاروا مثل هيك بس منظر سياحي. هلا بعدنا مكفي رحلتي بطرابلس باكل الشوارع. وصلنا هون كمان عربايه، راح نجرب هون يبيع سحلب، راح نجرب السحلب عنده. شو عندك احجام؟ في الصغيرة وفي الوسط في الكبير. الوسط قد ايه سعره؟ 25. حلو، عمل لي واحدة على ذوقك. يلا عنك. شكرا. سحلب اللي طلبناها سعرها 25000، يعني ما يقارب 60 سنت. بسم الله. هاي يا اخوان السحلب جدا لذيذة، ليكو خلصتها. سعرها مقبول 25000، كبيرة ونكهتها مثل ما حكينا لذيذة، تقييمها 8 من 10. ومن ميناء مدينة طرابلس راح ننهي معكم رحلتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم، وكالعادة انطونا لايك واشتركوا بالقناة، وسلام.